السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي. كنتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية وتكونوا فرحانين وناشطين. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع القصة ديال اليوم اللي غادي تصدمكم بزاف. على بركة الله نبدأ القصة. أنا سعاد، عشت حياتي كلها وأنا كنقول باللي الأخت هي الأمان، هي الظهر، هي السند. ولكن سبحان الله الدنيا كتوريك باللي ما كاينش شي حد مضمون، حتى من دمك يقدر يغدرك. المهم نكمل لكم القصة. كبرنا حنا 3 الخواتات، انا هي الكبيرة وزهرة هي الوسطانية وحياة هي الصغيرة فينا. والام ديالنا ماتت مسكينة وحنا باقي صغار، والاب ديالنا بقى مسكين كيتقاتل باش ما يحسسناش بالنقص. كان كيدير كل ما في جهده باش يوفر لينا كل ما نحتاجه في الدار، حتى من حوايجنا كان مسكين كيصبنهم لينا. يعني كان فيه الاب والام. دازت الايام والسنين وكبرنا، والغريب في الامر ان الاب ديالي ما عمره فكر يتزوج مره اخرى. يمكن الا كان كيقول او كان خايف الا يجيب شي مراه واحده اخرى وتكرفس علينا. ما علينا، كما قلت لكم انا هي الكبيره، يعني انا اللي كنت مقابله الدار من ساسها لراسها. وهادشي خلاني نحبس قرايتي، لانني كنت كنشوف ان المسؤوليه ديال خواتاتي والدار هي الاهم. وهكا وليت انا الام ديال خواتاتي. كنقول ليهم غير قراو وديروا مستقبلكم وما تهزوا الهم حتى الحاجه، انا قاده بشغلي. وحتى الاب ديالي مسكين ما طولش، مرض ومات وخلانا بوحدنا، وخلانا واحد الدار صغيره ساكنين فيها وواحد الحانوت كنعيشوا منها. من بعد الموت ديال با قلت مع راسي انا وخواتاتي غادي نبقاو مجموعين، نحطوا الراس على الراس ونكملوا حياتنا مرتاحين ومفاهمين، حتى دير كل وحده منا حياتها الخاصه. ولكن زهرة وحياة كان عندهم حسابات اخرى. واحد النهار جا واحد السيد يخطبني. الصراحه كنت فرحانه بزاف وبديت كنحلم بحياة زوينه. ولكن خواتاتي صدموني، ما عجبهمش الحال. زهرة قالت لي وهاد الحانوت ملي غادي تزوجي لمن غادي تخليه؟ وباك خلاه امانه ليك، وحنا ما نقدروش على البيع والشراء. با خلانا مجموعين خاصنا نبقاو مجموعين. ولكن الحقيقه ماشي هي هادي. خواتاتي زهرة وحياة كانوا كيعتبروني بحال شي خدامه او شي آلة بلا مشاعر، حيت انا اللي كنت كندير كل شي. مقابله الدار وانا اللي مقابله الحانوت وواقفه عليه وعارفه الداخله والخارجه. يعني انا اللي كنت كنخدم عليهم وما عنديش الحق ندير حياتي ومستقبلي. خواتاتي اللي كنت كنظن انهم سندي في الحياه وظهري وانهم غاديين يفرحوا لفرحي، بالعكس لقيتهم كيفكروا غير في راسهم. وهكا بدات المشاكل بيناتنا. حياة كل نهار كتجبد معايا الصداع، وزهرة ولات غير كتغوت عليا وكتجرحني بشي كلام ما عمرني توقعت نسمعو منها. ومن بعد قررت ننهي هاد الصداع عليا كامل، وقلت ليهم انا غادي نقسم معاكم كل شي وناخد حقي وانتم الله يسهل عليكم. زهرة وحياة ملي قلت هاد الهضره ضربت فيهم الالوان وشافوا في بعضياتهم وقالوا لي بغيتي تاخدي حقك؟ واخا اختي دابا نعطيوك حقك،
غير صبري. الصراحة ما فهمت في كلامهم والو، ما عرفتهم واش كيتحلفوا عليا ولا باغين يعطيوني حقي بصح. الصراحة خواتاتي صدموني صدمة كبيرة. المهم واحد النهار مشيت للحانوت ولقيت كلشي مبدل، السلعة ناقصة والفلوس ما بقاتش في بلاصتها والحانوت بحال صاط فيه الريح. مشيت عند زهرة وحياة وقلت ليهم شنو وقع للحانوت. جاوباتني زهرة بوجه قاصح وصحيح: الحانوت راه بعناه وما بقاش عندك الحق تدخلي ليه. غوضت وشديت في راسي: اش كتقولي؟ كيفاش بعتو الحانوت بلا ما تقولوها ليا ولا تشاوروا معايا؟ جاوباتني وقالت لي: علاش غادي نقولوها ليك او نشاوروا معاك؟ شكون انتي بالسلامه؟ هنا الدنيا دارت بيا وعرفت بلا خواتاتي داروها بيا. قلت ليهم: الا بعتو الحانوت عطيوني حقي. قالت لي: زهره اش من حق عندك؟ سيري دعينا. والمصيبه ماشي غير الفلوس ديال الحانوت هي اللي داوها، حتى من الدار بغاو يبيعوها، ولكن رفضت حيت ما عنديش فين نمشي. ولكن داروا المستحيل باش يخرجوني منها، حتى وصلت بهم الجرأة يزوروا الوراق والوثائق ويقولوا أنني تنازلت على حقي في الدار. مشيت عند المحامي ولكن الوراق كانوا مزورين بطريقة جهنمية، ما قدرت نثبت والو. بعت كل ما عندي باش نقدر نرجع حقي ولكن بلا فايدة. وفي الأخير لقيت راسي في الزنقة. أخواتاتي اللي كنت كنقسم معاهم طرف الخبز هما اللي رماوني للزنقة بلا رحمة. تكرفست وتعذبت، وليت كل مرة وفين كنبات كاع الناس ديال العائلة درت عليهم. خدمت في الديور وفي المعامل حتى جمعت راسي وبديت من الزيرو. لكن سبحان الله الدنيا دوارة وكما تدين تدان. واحد النهار سمعت بلا زهرة وحياة تخاصموا وكل وحدة فيهم كلاها الطمع، وحدة سرقات الأخرى وتفرقوا وما بقى عندهم والو، لا حانوت ولا دار، ما بقات عندهم حتى حاجة. كل وحدة غدرات بالأخرى، كيما داروا ليا دارت ليهم. أما أنا الحمد لله وقفت على رجليا وولات عندي حياتي الخاصة.